أمام البيت يا غسان، وكأني بالساعة تدك منذ ذلك الحين حتى هذه اللحظة. ها نحن قد نقشنا صورتك على هذا الحجر العالي حتى تكون شاهد حق وصدق على الذين اغتالوا الذاكرة والبيت والذكريات. ها نحن في التذكر الأتم والأجل نعلي مقولة حتى لا ننسى، وحتى تبقى الساعة تدك، حتى تبقى الساعة تدك، وحتى نبقى ندق بقلوبنا وعقولنا ووجداننا على جدران الخزان حتى يحين الحين. أنت يا صاحب الكلمة البندقية ما زالت كلمتك وشما ورسما في الوجدان الجمعي، وها هي حجارة البيت تنده على عدنان كنفاني وعلى اللاجئ الفلسطيني في الشتات ليعود إلى مهده الأول ومكانه الأول وحلمه الأول. نحن جديرون بهذا المكان الذي سلب، وها هي بوابة الدار تفتح ذراعيها لكم بأن تعودوا إلى هذا المكان لكي يظلل القلب والروح هذا الشجر وهذه الدالية التي تدلي عناقيدها في عيوننا. ها نحن يا غسان في عكا نتذكر الكلام الذي اجترحته والكلام الذي ما زال معلقا كقصيدة الجاهلي في أعناقنا حتى لا ننسى، وقسما ألا ننسى. روح يا عمي.